النصف النهائي. كرة لصالح المنتخب الفرنسي. الانطلاقة حذاري، هنا حذاري تسديدة، ولكن حذاري كرة خطيرة، يبقى الخطر دائما حذاري. والهدف الأول للمنتخب الفرنسي هنا في الدقيقة 7 عن طريق مسوسة أمين الذي يتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 7. معليش مازال هناك وقت للعودة في النتيجة. دخلنا مليح في المباراة، هددنا مرمى المنتخب الفرنسي. هنا شوف، هنا كان الخطر من بوعناني بدر الدين، التسديدة بومنغوش تصدى لهذه الكرة، ولكن بعد ذلك مسوسة أمين يتمكن من افتتاح التسجيل للمنتخب الفرنسي. الصراع على الكرة، حذاري من تضييع هذه الكرات، حذاري من تضييع هذه الكرات. فرصة صعبة والهدف الثاني. فرصة صعبة تضيع الكرة هنا، تضيع الكرة بسهولة. والهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب مسوسة أمين الذي يتمكن من مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 27. وسجل الثنائية في هذه المباراة. منتخب وطني جزائري يلعب، ولكن أخطاء دفاعية يمكن القول أنها أخطاء ساذجة سقط فيها المنتخب الوطني الجزائري. هنا بكل سهولة يضع الكرة في الزاوية اليسرى للحارس بومنغوش. النتيجة تتحول ثنائية.